عائلة ثقافية في الواقع. يعني كل هو سليل هاي النخبة التي تبدأ من اليعاربة وتمتد على القواسم اللي هم حماة البحر وأيضا حماة الثقافة في منطقة الخليج. ولذلك هو يمثل لي ليس شخص فقط، هو يمثل لي هاي النموذج الذي كنت أطمح إليه. بالنسبة لي يعني الشيخ سلطان يعني اللي هو سيف الدولة في الواقع. وأنا طبعا متحرج الآن أن أتحدث بهذه الصيغة، وأرجو منه أن يعذرني، وأيضا الأخوة المشاهدين والمشاهدات أن يعذروني، لأنه هاي مسألة شخصية جدا لا أريد أن أتحدث عنها هكذا بهذا الإعلان، ولكن ماذا أعمل؟ أنت الآن تضعينني في الموقف لا، هي الصعب. يعني هي معروف أنها صداقة ندية، يعني هناك نعم. علاقة نعم، هي علاقة بين مثقف ومثقف. نعم. وبين مبدع، وأنا أدعي أنا مبدع، وبين مبدع، ولكن هي أيضا معرفة بين إنسان كبير في أخلاقه. نعم. كبير في اختياراته، ولذلك علاقاته تمتد. يعني هذه الجغرافيا العربية أبعد من أنت ستجدين صداقاته في إنجلترا وفي ألمانيا وفي الصين. نعم. وأنا تفصيل في هذا المشهد. نعم. لكن هذا التفصيل أنا أحاول أن أضع في سياق الأخلاقي والتاريخي. نعم. نعم. تكتب في جريدة الخليج الإماراتية منذ عام 1980 عمودك اليومي ذاكرة المستقبل لمدة تقريبا خلال 27 عام. يعني ماذا تمثل لك تجربة الكتابة اليومية، وهل تمثل بأي شكل من الأشكال عبئا أن